العلم به تبنى، ولا يقول لك لا والله انا موظف في كذا، انا استاذ في كذا، انا مهندس في كذا. يعني حديث رواه ابن حبان حديث خطير خطير خطير، ينبغي المرء ان يسعى جاهدا ان يخرج منه والا يصدق فيه. فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن صفه من الناس من امته، يقول عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. هذا دكتور في الرياضيات، يعني المفروض انا مايكرو بروسيسور، ما هو هذا دكتور في الهندسه، هذا دكتور كذا، هذا تاجر في كذا. فاذا غلط في صلاته لا يدري كيف يصلح وضعه، لعله لا يعرف كيف يغتسل من الجنابه. المراه لا تدري كيف تغتسل من الحيض، وربما تحدث في وقت ويجب عليها اصلا ما يجب عليها قضاؤها. عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره، حمار بالنهار جيفه بالليل. حمار بالنهار ما يقف من سير جي يعمل كذا، وبالليل جيفه ما يتحرك. كيف يتحرك وهو هذا ما يخافش من الانسان؟ لا يخاف. انا يخاف، انا يصدق فيك انك انت عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. فلا يعني لابد لكل مسلم ان يحصل قسطا ما من العلم، ولو جزء ما يصح يعني يقيم به عبادته، صلاته، وضوءه، صيامه، اذا كان اهل الزكاه زكاته، لا بد ذلك ما ينسى.